السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم حبايبي؟ أهلًا بكم في قناتي، قناة مطبخ وفاء جمعة. يا رب بقى لو ما كنتوش اشتركتوا في القناة انزلوا اشتركوا في القناة دلوقتي وفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل حاجة أنا باعملها. معاكم النهارده أنا جبت لكم في الفيديو الجديد ده سردين، أنا كنت بصراحة ماشي عجبني جدًا، فأنا باحب السردين الصغير ده في التمليح، فقُلت أجيبه أوريه لكم في القناة وتشوفوه معايا، وعلى الله يعجبكم وتعملوه يا رب وتاكلوه في ألف هنا إن شاء الله. شايفين حبايبي أنا نقيته اللي هو بيلمع ونضيف وشكله حلو. بدأنا كده غسلناه غسلة كويسة ونضفناه وسِبناه ينشف شوية، صفيته في المصفى، وجبت معاكم شطة وملح حوالي كيس ملح صغير من الصغير، و4 معالق شطة صغيرين، وهابدأ أقلِّب ده كله في بعضه، وجايبة طبعًا معايا ربع كوباية زيت دي اللي هاحطها على وش السردين بعد ما يتملّح، قلِّبنا كده الشطة في الملح بالمنظر دوّة. هابدأ معاكم بقى جايبة علبة اللي هي علبة جبنة اللي هي دومتي، كانت عندي أصلًا، غسلتها ونضفتها ونشفتها معاكم أهيّة، وحطيت فيها هاحط فيها كيس نايلون اللي هو الكيس العادي ده بتاعنا، وهابدأ إيه والزيت معايا أهوّة والملح، هابدأ بقى أحط كيس في العلبة ألبّسه في العلبة كده، وأبدأ أسويه خالص من الجناب ما يبقاش فيه هوا خالص، شايفين شكله كده بالمنظر اللي أنتم شايفينه ده، هابدأ بقى أحط ملح في أرضية العلبة، الملح بالشطة بتاعنا الحلو الجميل ده. أبدأ كده أرُش شوية كويسين من الجناب كمان عشان يبقى إيه مغلِّف كلّه بالملح، ما يبقاش في فراغات من غير ملح. شايفين حبايبي؟ أنا برضه هاحط لكم كل حاجة أنا بانزّلها باحطها لكم في صندوق الوصف، أي مقادير أي حاجة تنزلوا تشوفوها، ولو عجبتكم بقى اعملوا اشتراك. شايفين دي رصّيت واحدة عكس التانية بالشكل ده. هابدأ برضه أحط في الجناب السردين بتاعي اللي هو الصغير من الجنب، الحتت الصغيرة الفاضية دي هاحط فيها السردينة الصغيرة. بحيث إن أنا أملى الفراغات خالص، ما يبقاش في فراغ معايا، شايفين الشكل؟ وهابدأ أرُش الملح بتاعي، أدي أول رِّقة أنا عملته أو أول طبقة أنا عملتها هابدأ أرُش عليها ملح بشطة، شايفين شكله؟ ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حاجة جميلة وعظمة. هنبدأ بقى نحط الرِّق التاني عكس التاني برضه بنفس الشكل، ونبدأ برضه نرشرش عليه الملح بتاعنا. شايفين بالشكل ده، المهم إن أنا ما اسيبش أي فراغات خالص في الجناب، أبدأ أرُش فيها ملح بالطريقة دي، شايفين بعد الشكل النهائي بدأت كده خلاص أسويه كله ببعضه، شايفين منظره، أبدأ أنزل عليه بالربع كوباية زيت بتاعتي، أملاها خالص من الجناب ومن النص، تمام كده، خالص خالص، خلاص أنا قفلتها كده على كده، أبدأ بقى أقفل الكيس أفرغ الهوا منه خالص تمامًا وأربطه. أنا طبعًا باحب إن أنا الحاجات دي بالذات أعملها بإحكام، طبعًا أنا استخدمت الشطة هنا ما استخدمتش لا كركم ولا أي حاجة من دي ولا لوري ولا الحاجات اللي الناس بتحطها ولا الليمون، أنا باحب طعمه ما يتغيرش عن طعمه الطبيعي زي اللي عند الفسخاني بالضبط، الشطة الحمرا بتدّي له حمار حلو، دي أنا حاطاها عشان كده وعشان برضه تحفظه، شايفين حبايبي أبدأ أقفل الكيس بالشكل ده، أقفله خالص وأفضّي أي هوا منه وأبرمه خالص برمة كويسة جدًا، شايفين شكله كده بالمنظر دوّة. لحد خالص ما يتقفل معايا ويا دوبك يعني ما يبقاش في هوا أي تفريغ خالص. أبدأ بقى يا حبايبي أبدأ بقى يا حبايبي أحط عليه الطبق ده وأقفل، وأبدأ أقفل علبتي. ما تنسونيش حبايبي بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناة. أشوفكم على خير حبايبي وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أشوفكم في حفظ الله إن شاء الله، أسيبكم في حفظ الله ورعايته وأمنه يا رب.